فكر شوية قبل ما تجاوب. عمرك بصيت لنفسك في المراية مش علشان تشوف وشك، لكن عشان تشوف الكون اللي جواك؟ جسدك مش مجرد لحم وعظم، ده نظام كوني متكامل مصمم بدقة متناهية. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. يعني اتخلقنا من طين، بس الطين مش مادة بسيطة. الطين هو مزيج من 4 عناصر: مية ونار وتراب وهواء. المية هي أصل الحياة، النار هي روح الحركة والطاقة، الهواء هي النفس اللي بيحرك كل شيء، التراب هو الثبات والجذر اللي بيربطك بالأرض. ابن سينا قال زمان: الإنسان كون صغير والكون إنسان كبير. يعني جواك نفس الأسرار اللي في السماء والأرض. انت صورة مصغرة من الكوكب ده، ولما تفهم نفسك هتفهم كل شيء حواليك. خليني أقول لك، القدماء زمان زي أفلاطون وجالينيوس كانوا شايفين إن الكون كله بيتحرك بتوازن بين 4 قوى أساسية: حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة. وكانوا بيقولوا عليها مزاجات 4، يعني الطاقات اللي بتطلع من الأخلاط، ومنهم اتكونت العناصر ال4 اللي خلقها ربنا. النار وهو رمز القوة والإرادة، الهواء رمز الروح والنشاط، المية رمز الرحمة واللين، والتراب رمز الحكمة والثبات. تخيل بقى ان كل عنصر من دول له أثر في تكوينك. نارك دي هي اللي بتولد حماسك وطموحك، هواك هو ده اللي بيخليك حر ومبدع، والمية هي الهدوء اللي بيخلي في رحمة جواك، وترابك هو الجذر اللي بيخليك ثابت وقت العواصف. رازي قال لنا في كتابه المنصوري: من فهم تركيب جسده علم سبب أمراضه، ومن عرف ميزان عناصره عرف دوائه. يعني السر ببساطة يا كبير في التوازن مش في إن عنصر يغلب التاني، لكن إن كل طاقة تاخد مكانها. لما العناصر ال4 اتحدت جوه جسم الإنسان نتج عنها 4 أنهار أساسية اللي قال عنهم الرازي: الدم والبلغم والصفراء والسوداء. الدم هو نهر الحياة، دافي رطب زي نسيم الربيع، بيمثل العنصر الهوائي والعنصر اللي فيه هواء برطوبة. لما يزيد يشدك لنشاط وكرم وفرح، ولما يقل تحس بضعف وبرودة وهمدان. البلغم بارد رطب زي المية الراكدة، بيمثل العنصر المائي. لما بيتوازن بيديك صبر وهدوء وسكينة، لكن لما يزيد يخليك بارد خامد متكاسل. الصفراء حرة يابسة رمز للنار، لما بتتوازن بتولد إرادة وطموح وشجاعة، لكن لو زادت تولع الغضب وتخلي فيه تهور وقلق. أما السوداء فهي دي باردة يابسة، بتمثل التراب، بتمنحك عمق تفكير وصدق في إحساسك، لكن لو زادت تجيب حزن وساوس وكآبة. يعني صحتك النفسية مش صدفة، دي ناتجة عن نسب دقيقة بين الأخلاط دي. الإنسان جزء من بيئته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي ما الكواكب والفصول والأجواء والمناخ، انت كمان عندك مناخ داخلي. اللي عايش في بلاد حارة وجافة غالبا بيميل إلى النمط الصفراوي، وعكسه اللي عايش في بلاد رطبة وبلاد باردة. وسكان الجبال بيميلوا للسوداء، ثابتين مفكرين، عندهم عمق، عندهم وقار. وأهل السهول المعتدلة بيغلب عليهم الجو المعتدل، بيغلب عليهم الحركة والدم. وابن سينا قال إيه؟ البيئة تصنع مصنع الطباع كما تصنع المعادن في محياها في الأرض. يعني ده معناه إن المكان بيطبع فيك من صفاته، فلو فهمت طبع أرضك هتفهم إن هي ليه علاقة بطبعك الداخلي. خد لحظة كده وفكر، انت نارك عاملة ازاي؟ بتدفيك ولا بتحرقك؟ مياهك ساكنة ولا راكدة؟ ترابك ثابت ولا خنقك؟ هواك طليق ولا عاصف؟ كل واحد فينا محتاج يعرف ميزانه الأخلاطي، عشان لو فهمه صح هيعرف هو واقف فين بالظبط،
ولو عرفت نفسك هتعرف الطريق اللي انت تدخل بيه لدخلات نفسك. زي ما الحكيم اليوناني هرمس قال ايه: من عرف نفسه عرف خلطه. يعني الطريق اللي انت هتعرف بيه نفسك واخلاقك هو ده الاساسي اللي كانوا بيدوروا عليه القدماء والحكماء زمان. فابن سينا قال في القانون في الطب: الاعتدال في المزاج اصل كل صحة، والفساد في المزاج اصل كل داء. وده بيخلي كل خطوة ليك في الحياة محسوبة على قدر التوازن اللي جواك. انت مش جسد، انت خريطة كونية. جواك نار بتولد شغف، ومية بتغسل الهم، وهوا بيحمل معاك حمل الروح، والتراب هو ده اللي بيحتضن العمق الداخلي. فعشان كده لازم تعرف الكيفيات والنقط الصغيرة اللي أنا بقولها لك دي عشان تعرف جسدك وتعرف خلطك. ما تنساش تفعل جرس الإنذار اللي هيخليك ينذرك إن في فيديو جديد بيتكلم عن معلومات جديدة قيمة، وشارك هذا الفيديو مع من تحب. ألقاكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.